والله وبالله وتالله لا أزكي نفسي، عشان تعرف ان هو مش السيد وحج السيد، لا، لكن هو عرف ان انت في مكان مقدس له من القدسية عند الله ما يجعل الدعاء في اغلب الاحيان مستجاب، فبيطلب منك الدعاء مش عشانك انت لك القدسية وانك واصل وبينك وبين ربنا عمار، لا، لشرف هذا المكان ولشرف الزمان. ازاي؟ شرف المكان مكة والمدينة، شرف الزمان في وقت الحج، فكل الامور تساعد على قبول الدعاء. بالله عليك انت عارف انت هتروح قبر مين؟ انا اقسم بالله العلي العظيم لما وصلت عند قبر النبي وشفت بعيني كده الناس والاحوال، ما بكونش ماشي عادي، بكون ماشي برضه بتدبر في احوال الناس كده. ايه يا اخي حب الناس ده للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وممكن تلاقيه بص هو في الاصل يعني ما يعرفش حاجه مثلا على قده خالص، لكن حب النبي جواه فطره، لان احنا كان معانا ناس ما يفقهش حاجه في الدين، اقسم بالله فيهم ناس ما بيعرف يتم الصلاه ازاي ولا اركان الصلاه ازاي، لكنه بيحب النبي صلى الله عليه وسلم. لما جيت اعدي كده من عند قبر النبي، فاللي هو ايه، جت لحظه كده عليا اللي هو ايه ده؟ معقول انا في مكان هنا النبي وهنا ابو بكر وهنا عمر؟ معقول القبر ده في جسد اشرف الخلق عند الله؟ معقول المكان ده فيه الرجل الذي لن تدخل الجنه الا بشفاعته؟ معقول القبر ده فيه الرجل الذي يفتح له يوم القيامه اولا ويفتح له باب السماء اولا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الانبياء يقول نفسي نفسي الا رسول الله يقول امتي امتي. كل ده كان بيضرب في عقلي وانا واقف، والناس قد ايه استشعار العظمه وبكاء الناس، يعني حاجه عظيمه جدا تخليك تستشعر عظمه المكان. حب النبي صلى الله عليه وسلم سجيه وطبع في قلب المؤمن الطبيعي، المؤمن المسلم الذي يعرف حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي يقول لك بالله عليك اهم حاجه ما تنسانيش بدعوه. وده كان من اسرار اول فيديو عملته بالدعاء هناك. يا جماعه انا عايز اوصل لكم نقطه مهمه ممكن تكون انت دينيا مش واخد بالك منها. لما اجي اقول لفلان يا فلان بلغ سلامي لفلان، او يا فلان انا ما شفتش فلان من مده، هو عامل ايه؟ طب والله كويس، طب بالله عليك يا اخي سلمني عليه. لازم تعرف ان دي امانه ولازم تبلغ. يعني انت لو واحد قال لك سلمني على ابوك او فلان وانت افتكرت وما قلتش، انت كده هتتحاسب، لان دي امانه. فلما عملت فيديو من كتر الرسائل اللي هو انا مش هقدر اعمل للناس دي كلها، وعشان الموضوع ما يخشش في الرياء والسمعه والشهره، قلنا نعمل فيديو واحد نراضي بيه الجميع، لدرجه ان في ناس زعلت. سيدنا عمر النبي بيقول له يا عمر لن يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه التي بين جنبيه. لن يؤمن احدكم حق الايمان حتى يكون الرسول احب اليه من نفسه، مش ولده وزوجته كمان، احب اليه من نفسه. بص بقى خلي بالك كده، سيدنا عمر قال ايه؟ يا رسول الله انت احب الي لكن ليس من نفسي. ده مين؟ الفاروق. فقال يا عمر لن يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه التي بين جنبيه. سيدنا عمر فكر شويه وسكت، رجع قال يا رسول الله والله انك لاحب الي من نفسي. قال الان يا عمر كده الايمان بتاعك كمل. فقال لك ايه بقى؟ سيدنا عمر من وهله الاولى فكر في نفسه تفكير الدنيا، رجع فكر تاني بقى بعد كده بعد كلام النبي تفكير الاخره. لكن لما سكت شويه ان نفسه مش هتغني عنه يوم القيامه، فلما تيقن نجاته في الاخره بصدق حبه للنبي صلى الله عليه وسلم رجع في لحظتها وقال يا رسول الله لأنت احب الي من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الان يا عمر صدق ايمانك وحبك الذي فيه اخلاص لله ورسوله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله واطيعوا الله واطيعوا الرسول. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اسمع، لما جه للنبي يا رسول الله يعني كم أجعل لك من صلاتي؟ أصلي عليك قد إيه في اليوم؟ الثلث، قال وإن زدت خير لك. الثلثان، قال وإن زدت خير لك. قال أجعل لك صلاتي يعني وقتي كله صلاة عليك. اسمع، لو هتفضل تصلي على النبي طول الوقت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما يجعل صلاته كلها أو وقته كله صلاة على النبي يغفر ذنبك وتكفى همك. يغفر ذنبك وتكفى همك. عايز ايه اكتر من كده؟ مغفرة للذنوب وكفاية للهموم بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما رأيته في زيارتي إلى المدينة المنورة وزيارتي إلى الأماكن المقدسة، هناك ليس رسائل الناس إلي لأفضليتي، ولكن والله وبالله وتالله لأفضلية المكان ولأفضلية الزمان. وحد الواحد الديان.